ثقافة وقيم وتقاليد مجتمع. طيب أنت رديت عليه بأغنية، رديت على نبيل عيوش بأغنية حبيبتي كانت موجودة حبيبتي مغرب. نعم بالفعل كانت منذ العام 2013 أعتقد. لا 2000 من عندها سنة سنتين. نعم. أنا قلت أنا هكذا أرى المرأة المغربية، وهذا ولكن ربما يقول البعض أنه من جانبك نكران لواقع للجزء يوجد في أنا غنيت على المجتمع الدعارة. هناك جوانب وطرق فنية لمعالجة كل المواضيع نعم، التي يعني يمكن، طريقة المعالجة، ولكن أن بهذه الطريقة التي تؤثر والتي تظهر أن المغرب بلد، لا، المغرب فيه ناس شرفاء، فيه ناس يخرجون كما قلت السلكة ويقرأوا القرآن 24 ساعة باش المغاربة يعيشوا. فاحترم هذه التقاليد. هذا لا يمنع أن نبيل عيوش أنا أحترمه وأحترم ما يدير تقنيا، ولكنه زاغ عن الخط هذه المرة، وهذا رأيي. هذا الكلام الذي تقوله الآن يؤكد مجددا أن الفنان نعمان الحلو من دون منازع ربما فنان المغرب الجميل المطمئن الهني. هذه على الأقل الصورة التي تريد أن تعطيها. يا سيدتي يجمل الحياة، ورسالة الواقع نراه كل يوم، وإحنا نتعب من هذا الواقع كل يوم ونعايشه، ولكن المفروض الفن على الأقل في الأغنية وعلى الأقل ما يبث في القنوات وفي التلفزيونات هو تجميل للحياة، هو تلك النظرة الجميلة للحياة يجملها، لأن تعبنا من الواقع نعيشه دائما. هذه نظرتي للفن على الأقل في الأغنية، لأنها تعيش. طيب أنا كنت قبل قليل في البداية كنت أقول إنك ابن المغرب من شماله إلى جنوبه، وقلت إنها ليست مجاملة، وإنما لأنك غنيت للمغرب، معروف بعشقك للمغرب وبأغانيك التي تمجد المغرب والمدن المغربية. تقريبا غنيت لجميع المدن المغربية. الذي يشتكيك بعض سكان المدن الأخرى التي لم تغني لها لحد الآن؟ يشتكيني سكان مدينتي التي أنا منها، فاس، يشتكيني سكان مدينة زوجتي اللي هي من وجدة. أنا أتمنى أن أقدر، هو حتى لما أغني على مدينة، لا أنا لا أغني فقط على مدينة. لما غنيت على